يا من تلا قول النبي وبين لله صوت. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أحبتي الكرام، اليوم إن شاء الله راح ناخذ الحديث 89 من كتاب 100 حديث للحفظ من صحيح البخاري ومسلم. عن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق. رواه مسلم. عيد الحديث 89 عن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق. رواه مسلم. والله ليال ما إن شاء الله waxaa qaadayna waa xadiidka 89 kitaabka boqolka xadiidka haboona xifdidiisa من صحيح البخاري ومسلم. عن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق. رواه مسلم. معني ناسيهي عن أبي ذر رضي الله عنه. أبي ذر الله كرالي نقضه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم رسولك حقيس سوري نحريس إنه بتقول لي كركي ساعتين إنه ده لا تحقرن من المعروف شيئا. حقرنا أما هيسنا يعني معروفك وناقة شيئا شيء وحير حتى هذا هيسنا أمسك حقرنا ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق. حتى هدي أدي لكل ما ست ولا الكاجع وجه فرنان. رواه مسلم. حديثك وحوري مسلم. مركز لك سؤالنا عن أبي ذر رضي الله عنه. أبي ذر الله كرالي نخذه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم رسولك حقيس سوري نحريس إنه بتقول لي كركي ساعة إنه ده لا تحقرن من المعروف شيئا. حقرنا وناقة شيء ير حتى هذا يعني حقرنا أما هيسنا يعني يصدينا يعني محن يعني أجر لك خاذنا ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق. حتى هدي أو لكل مسجد ولا الكاغا هذا لكل مسجد صاحب كاغا إن اللي كنت وجه فرنان لأنه الابتسامة في وجه أخيك صدقة مركا يعني حتى هدي أديك أو ولا لكل مسجد أو وجه فرنان على كل مسجد أديك نيسو يعني إنه حديث كان طبق ست ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق. رواه مسلم. حديث وحوري مسلم. هذا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.